السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ايبيتك ريفيوز. آسف إن أنا اتأخرت بقى الفترة اللي فاتت، ما كنتش بنزل بسبب الامتحانات بتاعتي، بس بإذن الله أنا محضر شوية فيديوهات هتنزل كل سبت وتلات زي ما قلت، هو كل سبت وتلات من كل أسبوع هنزل شوية فيديوهات بإذن الله هتعجبكم كلكم، فما تنساش إن أنت تشترك في القناة، اللايك والشير بقى والكلام ده هنتكلم عنه بعدين. الفيديو بقى المرة دي أنا عايزك تركز فيه كويس قوي، الفيديو ده هيطول معانا شوية بس بإذن الله لو كملت الفيديو للآخر هتخرج من الفيديو ده مستفاد. الفيديو ده أنا هتكلم فيه عن شوية حالات النصب، اللي ده طبعا أنا كنت تاجر، اشتغلت فترة كبيرة جدا مع تجار مع مستوردين، اشتغلت في اللابات والأجهزة البي سي، وقابلت كمية حالات نصب لا تحصى. كمية حالات نصب وكمية تجار بتنصب على الناس، في منهم اللي كان بيعملها بقصد، في منهم اللي كان بيعملها من غير قصد. ففي الفيديو دوت انا هكلمك عن حالات النصب، انا مش هذكر اسامي الشركات عشان ما حدش يقول لي انت ضريت الناس دي ولا كده، انا بس هتكلم عن حالات النصب وهدي لك دلائل اعلانات من على الفيسبوك. الاعلانات دي هتعرفك ايه هي حالات النصب، وهنتكلم بقى عن ايه الحالات اللي ممكن ان انت تشتري عادي لو لقيت الحالات ديت، في حالات لا يعني ممكن تشتري وممكن لا، في حالات بقى اللي لازم تبلغ عن التاجر ده فورا وتعرف الناس ان التاجر ده نصاب وتبعد عنه تماما. من غير بقى اي مقدمات كتير خلونا نبدا في الفيديو بتاعنا. اول حاله نصب هتعدي علينا في السوق المصري وهنقابلها، وهي تعتبر الاخطر من حالات النصب كلها، وهي ان انا ابيع لابتوب مستعمل على انه لابتوب جديد. قبل ما نتكلم عن الموضوع دوت لو انت مش فاهم قوي، خلينا الاول نشوف البوست اللي هيظهر قدامك دلوقتي. في البوست ده خلينا نتمعن كده شويه كلمات مكتوبه، هتلاقي ان الراجل كاتب فوق لابتوب جديد جديد جديد، ولو نزلت تحت خالص كده هتلاقي كاتب ان الجهاز جديد لم يستخدم. التاجر هنا بيوضح ان الجهاز جديد تماما، يعتبر الكرتونه بتاعته بس اتفتحت جنبها، هو بيقول ان هو بدون الكرتونه بتاعته. بس لو جينا ركزنا على نوع المعالج بتاعت الجهاز دوت هتلاقي ان هو معالج كور اي 3 جيل اول، جيل اول يعني انتاج 2010 او بدايه 2011، يعني جهاز بقاله حوالي 11 سنه او يمكن 10 سنين مثلا. الجهاز دوت انت بتتكلم في جهاز بقاله حوالي 11 سنه، عايز تقنع العميل ان هو جهاز جديد؟ يعني ده هو فعلا ليفل الوحش ده، مش النصاب ده، واحد بيقول للناس انا اسف يعني العملاء اللي قصادي دول اغبياء وانا بستغل غبائهم. ده واحد بيذم في الناس اللي قصاده، انك تجيب لي جهاز انتاج بقاله حوالي 11 سنه وتحاول تفهمني ان ده جديد، فده نصب علني. في بقى حاجات يعني ايه اخف من كده شويه، ولكن هي لا تزال نصب برضه. في الصوره اللي هتظهر لك دلوقتي هتلاقي ان الراجل دوت مصور جهاز الاتش بي زد بوك 15 جي 3. الجهاز ده هو جهاز من الجيل السادس، جهاز اصلا محترم جدا، انا جربته اشتغلت عليه فتره كبيره، جهاز كويس جدا وجهاز بيبيع نفسه، مش محتاج ان انت تافور خالص في امكانياته ولا تقول حاجات زياده عنه، هو الجهاز كده كده بيبيع نفسه. تلاقي ان هو مصور لك ورا الجهاز كرتونه مكتوب عليها كلمه اتش بي عشان يحسسك ان الجهاز ده كسر زيرو ولسه بقى جاي حالا وهو كان بيستخدمه استخدام شخصي ومش عارف ايه. مفيش حاجه اسمها كده، اي جهاز استيراد بيعدي عليه مش اقل من سنتين لثلاث سنين عقبال ما يجي لنا هنا، في اجهزه كمان بتعدي عليها سبع سنين، في اجهزه عدت اكتر من كده. فلما انت تجيب لي جهاز انتاجه بقاله حوالي اربع او خمس سنين وتحط لي وراه كرتونه على اساس ان انت استخدمته شهرين ثلاثه، فده اسمه برضه نصب. تاني حاله بقى ممكن تعدي عليك في حالات النصب وهي تعديل الالعاب. يعني ايه تعديل الالعاب؟ يعني ببساطه ان انا اجيب لك لعبه احط عليها باتش، زي مثلا انا اجيب لك بيس 17 احط عليها باتش يخليها تشتغل كانها بيس 21، فانت لما تشوفها لو انت واحد مش خبير قوي هتحس ان دي فعلا بيس 21. فببساطه التاجر بيعمل ايه؟ يجيب لك جهاز ب 2000 2500 جنيه، يجي يحط لك عليه بيس 13 ويحط عليها باتش يخليها بيس 21 وما يقولكش. لو كان قال لك انا ما عنديش مشكله قول له ان انت حاطط باتش، لكن لو انت جايب اللعبه وحطيت عليها باتش وما قلتلوش وجيت قلت له بص الجهاز ده بيشغل بيس 21 تعالى جرب، فتروح ان انت تجرب وانت بقى خلاص انت ذكي جدا بقى، تروح هناك تقول له طب حط لي بقى اللعبه عشان ابدا اجرب مش عارف كده، انت ذكي جامد جدا. لا انت تروح هناك هيحط لك اللعبه وهتلاقي ان اللعبه شغاله معاك زي الفل، تقوم دافع الفلوس تروح البيت تبدا تنزل العاب تانية المفروض ان هي نفس متطلبات اللعبه الاولانيه اللي انت جربتها، تلاقي مفيش ولا لعبه شغاله، تلاقي اداء الجهاز ضعيف جدا. ده بسبب ان اللعبه كان محطوط عليها باتش او متعدل عليها عشان تشتغل على امكانيات قليله. في بقى العاب كتير جدا زي مثلا لعبه جي تي اي في، جي تي اي في مش من الالعاب الضعيفه، جي تي اي في بتحتاج كارت شاشه مش اقل من 1 جيجا دي دي ار 5، فتلاقيه جايب لك كارت انتل 32 64 ميجا ومشغل عليه. طب هو عمل كده ازاي؟ بيعدل في ملفات معينه عشان اللعبه تشتغل. هتقول لي طب ما ده كويس يا عم، انا عايز الجهاز يشغله وخلاص، انا مالي بقى هو عدل او ما عدلش. اقول لك ما هي المشكله ان انت ما بتجيبش الجهاز عشان لعبه واحده، انت واحد تعب وشقي عشان يجيب الفلوس دي، فانت جايب جهاز يقضي معاك العمر او يقضي معاك فتره تشغل العاب تشغل برامج. لما يجي يقول لك ان الجهاز بيشغل جي تي اي في والجهاز ما بيشغلهاش ولا بيشغل الالعاب اللي زيها، فده برضه اسمه نصب، لان هو جاب لك نفس معالج الكور اي 3 الجيل الاول دوت جهاز ب 2250 وكاتب لك ايه؟ هيشغل كل العاب بيس وبرامج الجرافيك وبرامج الهندسيه.
ده نصب، ده نصب. لما تجيب لي جهاز كور اي 3 الجيل الاول اخره يشغل لعبه الواد اللي بيقعد ينط على السلالم، ولا يشغل ماريو، او بالكتير قوي قوي هيشغل فوتوشوب اللي هو سي اس 5، هيشغل الحاجات القديمه جدا. مش هيشغل ابدا العاب بيس الا ممكن بيس 6 او بيس بالكتير قوي 13 على جوده لو مثلا. فما تقنعنيش ان انت تيجي تحط له في البوست بيس وبرامج جرافيك ومش عارف ايه، ده برضو اسمه نصب. المصيبه بقى ان اللي حط الاعلان ده مش واحد عادي ولا تاجر مش معروف. اللي حط الاعلان ده شركه انا عارفها بقالي زمن كبير، شركه في السوق بقالها فتره كبيره، يعني اوريدي سمعتها المفروض ان كانت تكون اتبنت سمعه كويسه، مش محتاجه ان هي تبالغ في اعلاناتها. الشركه دي عندها صفحه عليها اكتر من 170 الف متابع، عندها موقع على النت بيدخلوا زوار كتير جدا. والمصيبه الاكبر ان في اكتر من 300 واحد انا لقيتهم في البوست ده مهتمين بالجهاز اللي هم حاطينه وعايزين يروحوا يشتروه. انت فاهم يعني ايه؟ في اكتر من 300 واحد هيتنصب عليهم، في اكتر من 300 واحد بيتقال لهم ان الجهاز ده جديد، وان الجهاز بيشغل برامج الجرافيك وبرامج الهندسيه، والجهاز ما بيشغلش الكلام ده. فناخد بالنا يا جماعه، احنا مش جايبين الفلوس دي بالساهل. الفلوس دي انت بتتعب وبتشقى فيها، حتى لو مش انت اللي جايبها، والدك او والدتك هم اللي اشتغلوا وتعبوا فيها عشان يجيبوها لك. فوانت بتشتري تاخد بالك لو سمحت وما تضحيش بالفلوس دي بسرعه. ثالث حاله نصب معانا، واللي فيه منها يعني ساعات ما بتبقاش نصب، ساعات بتبقى مبالغه في الكلام، وساعات تالتة بقى ما بتبقاش نصب بس هي بتبقى تلاعب بالكلام. يعني ايه تلاعب بالكلام؟ اني بضحك على عقل العميل اللي قصادي. ان انا هاجي لك افهمك مثلا ان معالج زي الاي 10 واكتب لك جنبيه انه اي 10 جيل 8، وبعدين اكتب لك يعادل كور اي 7. هو ما كتبش يعادل كور اي 7 جيل كام، هو كتب يعادل كور اي 7. فانت بالتالي لو انت واحد مش فاهم قوي في الاجهزه هتقول هو كاتب اي 10 الجيل الثامن، يبقى ده بيعادل كور اي 7 الجيل الثامن. فانت مش فاهم، فتروح تدفع 6000 او 7000 جنيه كمان في الجهاز، ويضحك عليك احلى نصبايه اتعملت عليك في الاخر. طبعا الجهاز ولا بيعادل كور اي 7 الجيل الثامن، ولا في معالج اي 10 ولا اي 12 حتى بيعالج كور اي 7 الجيل الثامن اصلا. اعلى حاجه في معالجات اي ام دي فئه الاي اللي هي ال 12 الجيل التاسع، كان اعلى حاجه بيعادلها كانت الاي 7 الجيل السادس فئه اليو، او الاي 5 الجيل السابع فئه برضه اليو. فما تستناش حتى فئه الاتش ولا الاتش كيو، والكلام ده مش موجود نهائي. دي تعتبر اخطر حاله في حالات اللي هي التلاعب بالكلام. في منها حالات قليله اللي تعتبر افوره شويه، بس هي ما تعتبرش نصب قوي. انه مثلا يجيب لك ايه، يقول لك ده معالج كور اي 7 جيل ثالث مثلا يعادل معالج كور اي 5 جيل رابع. هي ما تعتبرش نصب قوي، ولكن في منها ساعات حالات بيكون تلاعب بالكلام زياده عن اللزوم، بتافور من البائع. يعني يجي يقول لك كور اي 7 مثلا 3520 ام اللي هو المفروض بيرفع ل 3.6 جيجا هرتز، ويقول لك ايه ده زي مثلا الاي 5 الجيل السابع. ليه؟ لان التردد هنا اعلى. لا، هو ما فيش حاجه اسمها يعادل الكور اي 5 الجيل السابع. انت مقارن جيل تالت بجيل سابع، هو ممكن يكون كتردد، ممكن يكون كعدد انويه ساعات بيكون اعلى، ككاش ممكن يكون اعلى، ولكن انت بتنسى ان في حاجه اسمها التقنيه اللي اتصنع بيها المعالج في حاجه اسمها التبريد. كل الحاجات دي بتاثر. فما ينفعش تيجي تقول لي ايه ده اي 7 جيل ثالث اعلى من الاي 5 الجيل السابع. هو فعلا كاداء ممكن ساعات يكون اعلى، ولكن مش دايما بيبقى اعلى في كل حاجه. فانت لازم لما تيجي تبيع تفهم العميل ان هو اعلى في حاجات ومش اعلى في حاجات. هيكون اقل في التبريد، هيكون اسوأ بيسخن اكتر شويه، ولكن ممكن يدي لك اداء اعلى شويه. في ليفل بقى اقل من كده خالص، واللي هي ممكن يجيب لك مثلا كارت شاشه يقول لك ده بيعادل كارت شاشه كذا، وهنا ما بتبقاش افوره ومش تلاعب بالكلام، وما بيبقاش حتى يعتبر نصب. فهنا ممكن تروح تشتري عادي. اخر بقى نقطه معانا، واللي هكون برضو زي النقطه اللي فاتت، اللي هي فيها مراحل. في ساعات بيكون نصب جامد قوي، في ساعات ما بتبقاش نصب، في ساعات بيكون متوسط، وهي كلمة up to. بص، أول حاجة قبل ما نتكلم على النقطة دي لازم تقدر إن التاجر اللي أنت رايح تشتري منه، أو أغلبهم مش كلهم طبعا، بس أغلبية التجار مش فاهمين قوي. أغلبيتهم دي مش ناس كانت كلهم خارجين بقى كليات هندسية وفاهمين في تصنيع المعالجات وفي الهاردوير فهم 100%. لا، دي ناس دخلت التجارة. ده تاجر يعني كل اللي يعرفه ان هو بيجيب حاجة، بيشتري منتج، بيبيعه بسعر اعلى، بيكسب في المنتج مش لازم دايما ان لما يقول لك كلمه اب تو يبقى ده كده تاجر نصاب. لا، مش لازم. هو ممكن يكون بس عنده شويه جهل، فانت ممكن تقدر ده. بس امتى تقدر ده وتروح برضه تشتري منه ان ده ممكن يكون حد محترم او سعر الجهاز كويس، وامتى ما تقدرش ده ويكون ده تاجر نصاب، سواء بقى كان عنده جهل سواء هو عنده معرفه بالموضوع ده، هنا يعتبر نصاب وبرضه ما تشتريش منه. الفئه القليله شويه اللي هو ما يعتقدش نصب قوي، وهو ان انا اجي اقول لك ايه، الجهاز كارت اساسي 2 جيجا بيرفع لحد 6 جيجا او اب تو 6 جيجا، اب تو 10 20 30 ايا كان الرقم اللي هو هيكتبه بعد كلمه اب تو او بيرفع. بس المهم ان هو كتب لك المساحه الاساسيه ونوع الرامات، ما افورش زياده. هو كتب الحاجه الاساسيه وكتب جنبها شويه افوره. انت لو رحت اشتريت انت خلاص انت عارف المساحه الاساسيه، انت ما اتضحكش عليك. قال لك بقى اب تو 40 اب تو 70 ملناش علاقه بيها قوي، هي ما تعتبرش نصب قوي.
هي بس تلاعب بالكلام شويه او افوره شويه من التاجر. الفئه الاعلى شويه بقى من دي اللي هي يعني نبدا ندخل اهو على النصب، وهي ان انا اقول لك ان الكارت ده اب تو 4 جيجا او 6 جيجا وما اكتبلكش المساحه الاساسيه. انا هنا يعتبر بدات ادخل في هذا النصب، وبرضه في ساعات تجار بيعملوها عن جهل، وفي ساعات بيبقوا عاملينها قصد وبيبقوا عارفين ان دوت نصب وان ده حرام. في بقى الفئه الاعلى بقى من دي ان هو مش بس ما يقولكش بقى المساحه الاساسيه، هو يقول لك مثلا اب تو كذا على طول. لا، في بقى ليفل الوحش برضه، وهو ان يجي بقى يقول لك ايه، كارت مثلا يبقى 512 او كارت انتل 32 ميجا، ويقول لك ايه ده كارت انتل 7 جيجا ولا 8 جيجا ولا 4 جيجا. مبدئيا مفيش اي كارت انتل تعدى ال 256 ميجا، ما اخترعش لحد دلوقتي اي كارت انتل مدمج معدي ال 256 ميجا. فلما تيجي تقول لي على كارت انتل ان هو 4 جيجا و3 جيجا، ده بقى اسمه النصب العلني. ليه؟ لان هو ولا ذكر كلمه اب تو ولا ذكر المساحه الاساسيه. ده واحد ذكر لك ان المساحه الاساسيه حاجة أعلى من الحقيقة بتاعتها. ده هنا بقى كذب ونصب وضحك على العميل اللي جاي عليه. وللأسف في ناس كتير جدا بيضحك عليه في الموضوع ده. يروح يشتري جهاز بكارت انتل، التاجر يقول له دي ليه علاقة برضه بتعديل الألعاب شوية، يقول له إيه الكارت ده بقى بيشغل بيس مش عارف 21 وهو كارت انتل أصلا آخره بيس 13. يفهمه كده فيقول له طب إزاي هشغل بيس 21؟ يقول له يا عم بص ده الشيرد ميموري مش عارف 2 جيجا 3 جيجا. فيدخل يشوف يقول له ده هي دي بقى المساحة الفعلية. التاجر معرفوش كلمه ديديكيتد، معرفوش يعني ايه شيرد ميموري، معرفوش الكلام ده. فهنا هو نصب او ضحك على العميل بتاعه. مثال بقى على النقطه الاخيره اللي اتكلمنا عنها دي، الاعلان اللي هيطلع لك دلوقتي على الشاشه اللي هتلاقي التاجر فيه كاتب معالج كور اي 7، مش كاتب هو جيل كام. فدي اول حاجه، هو تلاعب بالكلام بتاعه. تاني حاجه ان كتب لك 8 جيجا رامات 4 جيجا كارت شاشه. فلنقل ان الجهاز هنا فيه كارت انفيديا فعلا مش كارت انتل، هو عادي جهاز فيه منه بينزل بانتل بس، في منه بينزل بانتل وانفيديا. الانفيديا بتاع الجهاز ده بيكون 512 ميجا، ساعات بيبقى 1 جيجا بس بتبقى ملعوب فيه كمان، ولكن هو الاساسي بتاعه بيكون 512 ميجا. الجهاز بقى اللي باشمهندس عرضه هنا كاتب لك ان الكارت مساحته اساسيه 4 جيجا، ولا كلمه كتب اب تو ولا كتب يرفع ليه ولا كتب المساحه الاساسيه بتاعته الحقيقيه. فده هنا يعتبر نصب. فنخلي بالنا زي ما قلت واحنا رايحين نشتري. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. بفكرك تاني ان انا سايب تحت رقمي الواتساب وفي كومنتات على اليوتيوب، لو حابب ان انت تتواصل معايا في اي وقت رايح تشتري جهاز من شركه تانيه ولا كده، انا ما عنديش اي مشكله. انا مش بلزم حد ان هو ينزل يشتري من الرابط اللي انا بحطه تحت الفيديو لاي جهاز انا بعمل له مراجعه. لو انت شايف المراجعه بتاعتي وعايز بقى تروح تشتري جهاز من اي شركه تانيه، انا ما عنديش اي مشكله اطلاقا. ولو انت رايح تشتري جهاز وبرضه عايز مساعدتي بس مثلا حاسس ان انا بقى مش هساعدك عشان انت رايح تشتري من شركه تانيه والكلام ده، لا تواصل معايا، انا ما عنديش اي مشكله خالص. وهحاول ان انا باذن الله اساعدك على قد ما اقدر. حتى لو حاجه انا مش هعرف اساعدك فيها هحاول اوصلك بالناس اللي ممكن تساعدك في المشكله بتاعتك. اسف لو كانت الفيديو دوت طول شويه، اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل حالا تعمل له لايك، وحاول على قد ما تقدر ان انت تنشر الفيديو ده انا تعبت فيه عشان اوعي الناس. فحاول ان انت تنشره. لو انت عايز تدعمني انشر الفيديو ده عشان اكبر كم من الناس يستفاد. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل حالا اشترك وفعل زر الجرس. احنا هنكون عدينا خلاص ال1000 مشترك. وزي ما قلت في جيف اواي كده هعلن عنها، بس دي هتكون في الفيديو الجاي، واللي هتكلم فيه برضو عن الجهاز اللي ورايا ده اللي انت زمانك دلوقتي عايز تسالني عليه. طبعا الجهاز اللي ورايا اللي هو ديل جي 3 3500 ده هيكون مراجعه الفيديو الجاي باذن الله. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس زي ما قلت. كان معاكم علي العيد من قناه ايبي تك ريفيوز. سلام عليكم.